السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في فيديو جديد من قناة المدرسة الصغيرة. فيديو راح يكون عبارة عن تعبير حول التضامن الإنساني سنة رابعة متوسط. نشرح في المقدمة: بمناسبة قدوم اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أردت أن أكتب خطابا أدعو فيه بقية الناس إلى التضامن والتعاون معهم. إذا ننتقل إلى العرض. أيها الزملاء الكرام، جئتكم اليوم لألقي عليكم خطابا حول التضامن، فهو يهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مد يد العون لهم ومراعاتهم، خصوصا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم مجموعة من الأفراد الذين يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بمساعدة الآخرين، سواء بتشجيعهم على تخطي أزماتهم الصحية أو تقديم نصائح وتقديم المساعدة المادية من طرف الجمعيات الخيرية أو المحسنين. فالمعاق إنسان طموح لا يحب الهزيمة ولا يحب نظرات العطف والشفقة، ولذلك تجنبوا التصرفات التي تحزنهم وتحسسهم بالشفقة عليهم. وللتضامن معهم صور عديدة، منها التبرع بالمال عبر الجمعيات الخيرية، فهو من أنبل المعاني الإنسانية ومن أسمى القيم لما لها من آثار عظيمة. ننتقل إلى الخاتمة. في النهاية أتمنى أن يعجبكم الخطاب. أردت أن أقول ما يجول في خاطري في بعض الكلمات الصغيرة، وأتمنى كذلك بإنشاء جمعيات مخصصة لهم، فلا تكونوا بخلاء وأنانيين، اعملوا على إسعاد هؤلاء المعاقين. إذا هذا هو التعبير تاعي، إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تستفادوا منه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني باللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.